مساء الفل. تعالى اقول لكم ازاي نعمل فراخ مشويه في الفرن بطريقه سهله جدا. تتبيله حلوه قوي زي اللي بنجيبها من بره بالظبط. طعمها خطير، مش هتاخد وقت مننا خالص. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي هند ودي قناتي، ويلا بينا نبدا الوصفه. اول حاجه جبت فرخه متوسطه مش كبيره علشان تستوي بسرعه ما تاخدش مننا وقت، وقسمتها نصين. واهم حاجه بعد ما نغسلها كويس لازم ننشفها من اي ميه. دلوقتي هنحضر التتبيله. معايا كوبايه زبادي صغيره، معلقه كبيره كاتشب، معلقه كبيره مستردة، معلقه عسل ابيض، معلقه صغيره جنزبيل بودر، معلقه كبيره من بهارات الفراخ، معلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه صغيره بابريكا مدخنه بتدي طعم حلو قوي للشوي، معلقه صغيره ملح، وربع كوبايه زيت. بس كده هنخلط كل ده مع بعض كويس قوي. نسيت اقول لكم ان ضفت كمان عصير ليمون، بس اللقطه دي اتشالت. هتبل بقى الفراخ بالتتبيله دي من كل حته كويس قوي، نعمل فتحات كده عشان التتبيله توصل لكل حته وتتشرب كويس. هغطيها واسيبها ليله كامله في التلاجة. لو مستعجلين ممكن تسيبوها ساعتين بس، والاحسن انها تبات في التتبيله كده. ده تاني يوم بعد ما سبتها ليله كامله، هجيب شبكه عاديه من بتاعه الشوي وهرص عليها الفراخ بتاعتي. واهم خطوه علشان الفراخ تطلع جوسي كده وتبقى طريه معانا، هجيب صينيه وهحط فيها ميه وهحطها تحت الشوايه، وهدخلها الفرن ساعه الا ربع على درجه حراره 200. وبعد نص الوقت هقلبها الناحيه التانية عشان تتحمر. هنا بعد ما خرجت من الفرن ريحتها رهيبه وتسويتها حلوه قوي. بنقدمها بقى جنب عيش وسلطه خضراء وسلطه طحينه او رز بسمتي. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وبألف هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفاتي. واشوفكم بخير في فيديو جديد.